السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على حاجة جميلة جدا واسمها اللمة الحلوة. اللمة الحلوة من إحدى حلقات برنامج الحنين الجميل. اللمة الحلوة كلنا بنشتاق لها وكلنا بنحن لها وكلنا بنحب اللمة الحلوة. اللمة الحلوة احنا بقينا مفتقدينها، ما بقتش زي موجودة زي زمان، بس على قد ما بنقدر بنحاول ان احنا نعملها او نكررها زي ما اهالينا كانوا بيعملوها بقدر الامكان. مين فينا مش فاكر لمة العيلة يوم الجمعة؟ مين فينا مش فاكر لمة العيلة يوم العيد؟ مين فينا مش فاكر لمة العيلة في رمضان؟ مين فينا مش فاكر لمة العيلة في المصايف؟ مين فينا مش فاكر لمة العيلة في الأفراح وحتى في الأحزان؟ كنا كلنا في إيد واحدة وبنحاول نسند بعض ونكون جنب بعض ونستمتع بالأوقات الجميل ونتلم مع بعضينا في أي مناسبة. فكانت اللمة حاجة جميلة، وكانت بتخلي فيه ترابط أسري وترابط عائلي، وتخلي الولاد عارفين مين هم عماتهم، مين عمامهم، مين خلانهم، مين خالاتهم، وعيال خلانهم وعيال عماتهم، والعيلة وامتداد العيلة. ابن عم باباهم، بنت عم باباهم، ابن خالته، في امتداد. يعني القرابة الأولى والتانية والتالتة كده. فما عادش فيه دلوقتي. أصلا بتلاقي الولاد دلوقتي مش عارف يعني ايه عم ويعني ايه خالي. يعني مين قريب مين، يعني ده تبع ماما ولا تبع بابا؟ انتوا مش عارفين ليه؟ ما اعرفش، يمكن احنا اللي نسينا والدنيا خدتنا وبقينا مشغولين ومضغوطين. اللمة الحلوة لحد دلوقتي مؤثرة فينا وسايبة فينا أثر، كلنا كبير وصغير، راجل وست وكل الناس. كلنا عندنا كان في لمة حلوة ولمة عيلة، واللمة دي كانت دايما بتخلينا نقف جنب بعض ونسند بعض ونستمتع بالوقت اللي احنا كنا فيه. طب فاكرين في اللمة الحلوة لما كنا بنتجمع ولاد عم وولاد خالة وولاد، وكلنا كعيلة مع بعضينا أو كتجمعات، كان كل واحد بيحكي للتاني عمل ايه واسراره ومش عارفه. تلاقي ابن عمك بيكلمك على البنت اللي بيحبها، وبنت عمتك بتكلمك على ابن جارتهم اللي هو بتحبه، والحكاوي الحلوه دي، ونتكلم على جدي وجدتك وعمي وعمك وكل الحاجات دي. مثلا بابا الله يرحمه كان من الحاجات الحلوه اللي بيعملها معانا، وكل ما فيش حد مش فاكرها، الصغير الكبير كلنا فاكرينها. كان دايما مثلا يوم شم النسيم بيروح جايب بيبقى كلنا عارفين ان هو ده بقى طباع او عادات السمك والفسيخ والرنجة والكلام ده. هو عارف في ناس مثلا مش بتحب الرنجة والفسيخ، يروح جايب للناس ديت سمك، وجايب لهم حاجات نفس الاكل بس يعني يبقى مقلي ومشوي مثلا، واحنا بناكل الفسيخ بتاعنا اللي انتوا عارفينه والرنجة، فرضى الطرفين وكله بيبقى قاعد ومرضي وكله مبسوط. مثلا يبقى عارفين بابا كان مشهور في العائلة عندنا ان هو لما يجي اي ضيف لازم يكرمه من قبل ما يخش من باب البيت، يقول له تاكل ايه؟ عارفه ده؟ او حطوا الغدا من اول ما يدخل. كان في بعض الناس بتزعل ان هو يعني انت بتكرشنا من قبل ما نقعد، بعد كده فهموا ان هو ده طبعه وان هو حد كريم وان هو بيحب يكرم الناس وكده. وكانت لمة حلوة. مثلا كان ايام المصايف كان بيجمعنا كلنا وياخد مصيف مثلا اسبوع 10 ايام، ويجمع كل العيلة وكلنا نصيف مع بعض ونروح ونيجي. كانت اوقات جميلة لحد دلوقتي احنا كلنا فاكرينها وبنحكيها لاولادنا. مثلا طب حد فاكر مثلا وقفة البلكونة في العصاري مع كوباية الشاي وأزازة اللب والحكاوي اللي ما بتخلصش؟ طب حد فاكر أيام ما كنا بنبات كلنا بننام كلنا على الأرض مع عيال عماتنا وعيال خالاتنا وبننام كلنا على الأرض ونفضل نحكي ونهزر ونفضل قاعدين سهرانين لحد الصبح؟ طب حد فاكر لما كنا بنروح حديقة ولا أي مكان عام بنقعد فيه ونقعد نجري ورا بعض ونلعب استغماية، نلعب سيجا، نلعب اسمها ايه دي، اللي هي اسمها ايه، مش عايزة اقول اسمها، مش هينفع اقول اسمها. بس هي الالعاب الاطفال دي كانت حلوة برضو. طب حد فاكر واحنا في المدرسة كنا بنستنى يوم الخميس علشان نروح عارفين ان احنا هيجمع عندنا ناس النهارده وهنقعد كلنا مع بعض؟ ويكون اخر يوم الخميس ده بيبقى مثلا طالعين من المدرسه
بنروح نلعب على المراجيح، بنجيب لوليتا، فاكرين لوليتا؟ وكنا بنجيب العسلية والدوم وكان في بسكوتة كده صغننة مش فاكرة اسمها، كان فيها عسل وتلاقي فيها عملة فضية، البرتقال الصغنن، السفندي الصغير، حاجات كده كانت حلوة، كان ليها روح وليها القصب. كان كل ده يعني كان حاجات حلوة، ذكريات جميلة، وكلها تبع اللمة. يعني كنا مثلا ساعة اللمة بتلاقي مامتك وباباك مثلا آه، جايبين ومكلفين وعاملين بقى النهارده مثلا العيله كلها هتتجمع، فتلاقي ما شاء الله مثلا تلاقي اطول منك كده جبل من العيش، جبل من الحاجات اللي هتتحط، فواكه، خضروات. طبعا هي الايام ديت طبعا صعبه على الكل، وك ك كماديات هي صعبه، بس انا ما بتكلمش عليها كلمه ان احنا نتلم بيها كلمة ماديات، لا، انا بتكلم على اللمه والروح الحلوه اللي كانت بتحصل بينا، والحكاوي، وان كل واحد بيطمن على التاني. اللمه الحلوه اللي كلنا دلوقتي بنحتاجها وكلنا عايزينها في حياتنا، وكلنا بنتمنى ان هي ترجع تاني زي ما كانت حلوه، مش زي ما دلوقتي كل واحد بيدخل بيت التاني، بيبص في حاجته، بيحقد عليه، بيتمنى زوال النعمه اللي في ايده. لا، لو احنا كل واحد صفى نيته، وكل واحد عايز يعمل خير، وكل واحد عايز يفتكر الناس الحلوة باللمة الحلوة بتاعت زمان، هيعملها بدون ما يكون عارف، او ما يعمل حاجة تضايق حد، ولا يجمع الناس اللي مش عايزها مثلا في حياته. بس اللمة الحلوة هي كانت حاجة حلوة لينا كلنا، كانت لما بتخلي الواحد بي يعني عايشين حياة حلوة، فيها سعادة، فيها راحة، فيها أمان، فيها بهجة، فيها فرح. كلنا كنا بنحب اللمة دي، كلنا كنا بنتهافت عليها ان احنا نتجمع، واللي متأخر كنا بنستناه، وكنا كلنا طالعين بذكريات حلوة قوي بسبب اللمة الحلوة. اللمة الحلوة دلوقتي مش موجودة، يعني إلا من رحم ربي، في قليل جدا اللي مهتم بيها ولسه بيعملها لحد دلوقتي، وفي ناس نسيتها خالص، ما بقتش موجودة. اللمة الحلوة من الحاجات الحلوة اللي في ذكرياتنا، حتى لو مش قادرين تعملوها افتكروها، علموها لولادكم، لان الولاد او الجيل اللي احنا فيه دلوقتي وجيل ولادنا ده محتاج اللي يكلمهم ويعرفهم الحاجات الحلوة اللي كانت في زماننا، ومش عارفين يعملوها دلوقتي، او مش لاقيينها زي ما احنا كنا لاقيينها. فسهل ان احنا نعملها ونعمل تاني من اول وجديد لمة حلوة وذكريات حلوة مع ولادنا ومع ولاد ولادنا واحفادنا. ليه ما نعملهاش؟ حاجة كويسة جدا، وحاجة بتخلي فيه ذكرى في نفوسنا وروحنا للولاد، وده من الحاجات اللي بتخلينا يعني انا لحد دلوقتي اهو احنا كبرنا ولحد دلوقتي احنا فاكرينها، صح؟ ف اللمة الحلوة حافظوا عليها ورجعوها تاني، وحاولوا على قد ما تقدروا ان احنا تكون اللمة حلوة، وتكون مع الناس اللي بنحبوهم. وكل واحد يكتب لي ايه اللمة الحلوة او اللحظات او الذكريات الحلوة اللي كانت بتحصل في اللمة الحلوة وهو صغير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.